انا جالي ديسك. طيب اعمل ايه؟ هاخد دواء؟ هعمل علاج طبيعي؟ طب في حاجه تانية ممكن تساعدني ان انا اخف عني الالم؟ الم ايه؟ الم اسفل ظهري والم عرق النسا لو في عرق نسا. في نصايح، في كلمتين دول حاول تحفظهم وتحطهم حلقه في ودانك، اللي هما ايه؟ 1 الم ظهرك اسنده. 2 الم عرق النسا اتني مفصل الركبه. كده ألمك يخف. طب ازاي؟ هعمل الكلام ده ازاي؟ طيب هنتكلم على أول حاجة اللي هي النوم. طبعا لو كان الديسك في أوله، والديسك غالبا بيسبب ألم في أسفل الظهر وعرق النسا، عرق النسا ده هيسببه غالبا ب3 طرق. أول حاجة إن الديسك نفسه منضغط على العصب بتاع عرق النسا، أو إن اللي هي النواة الداخلية في الديسك اللي احنا شرحناها قبل كده. طبعا الديسك بيتكون من جزئين، جزء اللي هو النواة والجزء الثاني اللي هو الخارجي اللي هو طبقة الألياف. طبقة الألياف بتتقطع بتطلع منها طبقة النواة. طبقة النواة دي مادة كاوية، لما بتطلع في المنطقة بتعمل التهابات شديدة في المنطقة. الالتهابات دي بتطول العصب بتاعك. ممكن يكون الديسك بسيط ودي تعمل أشعة فتلاقي مثلا ديسك بسيط، لكن هي كل المشكلة في إن النواة او طبقه الالياف اتقطعت وطلعت ايديه الماده اللي هي داخل النواه اللي هي عامله زي الماده الكاويه، فبتعمل التهاب. وان شاء الله غالبا دي بتاخد وقت وتخف يعني. طب في بدايات الديسك بيبقى الالام شديده. طيب انا ايه النصائح اللي اعملها في الاول اللي تساعدني او اللي تساعد الدواء والعلاج الطبيعي ان هو يحسن معايا الموضوع؟ وخصوصا النصائح دي بتفضل معاك طول اليوم. يعني مش مثلا انت بتاخد جلسه نص ساعه ولا بتاخد دواء ممكن مفعوله يبقى 2-3 في بدايه الالم وبعدين يخف، لكن النصايح معاك طول اليوم وبتديك راحه نسبيه طول اليوم وبتساعد الدواء والعلاج الطبيعي ان هو تبقى نتائجه احسن. طب هعمل ايه؟ هنتكلم على اول حاجه اللي هي النوم. النوم لما تيجي حضرتك تنام غالبا عندنا 4 اوضاع. في وضعين دايما هتحط نفسك فيهم خصوصا في بدايات الديسك، اللي هم ايه؟ اللي هو ان انا انام على ظهري، احط كذا مخده فوق بعضها واحط رجلي على شكل زاويه قايمه. وكل ده ماشي في الصوره اللي تحت. الوضع الثاني ان انت تنام على بطنك، هتحط مخده تحت بطنك او تحت صدرك ومخده ثانيه تحت القدم. يبقوا مخدتين، واحده تحت القدم واحده تحت الصدر زي ما انت هتشوف الصوره دي. الوضعين دول في بدايات الديسك هم هيبقوا اريح وضعين، لكن ما ينفعش ان انا استمر عليهم مده طويله. فبالتالي هعمل ايه؟ في وضعين تانيين هبدل معاهم. الوضع الاولاني انت هتنام على ظهرك وتحط مخده خفيفه تحت ركبتك، وزي ما قلنا القاعده العامه ظهرك مسنود ركبتك متنيه. هو ده كلمتين لازم تحفظهم. انا حتى لو يعني هحط نفسي في اي وضع لازم الوضع ده. طيب ده الوضع الثالث زي برضه الصوره اللي انت هتشوفها تحت. تمام. طب الوضع الثاني لو انا عايز انام على جنب من الجنبين، بقوم نام على جنبي حاطط مخده بين الفخدين او المخده او الفخذ اللي فوق هو اللي هيبقى على المخده والفخذ الثاني مستقيم شويه. طب هو الوضع ده له حاجه كده لازم نعدلها. حجم المخده ده هيختلف من شخص للتاني، فانت حاول تجرب كذا مخده بحيث توصل المخده المناسبه ليك برضه زي ما احنا هنشوفها في الصوره دي. طيب الاوضاع دي مش هنثبت عليها فتره طويله خصوصا في الاول. يعني في الاول عمرك ما هترتاح في وضع، لازم كل شويه تبدل. يعني مثلا الاوضاع اللي احنا الواحد واثنين اللي احنا قلناهم دول اللي احنا هنشتغل عليهم معظم الوقت، لكن ما نطولش فيهم ودايما البديل ليهم الوضعين التانيين. لو عملنا كده ده هيساعد العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي ان الموضوع يبقى هيبقى يعني ليهم فايده احسن. ان شاء الله بقيه الاوضاع هنتكلم عليها في الفيديوهات القادمه، لكن كده احنا خلصنا من موضوع النوم. دمتم في صحه وعافيه وانتظرونا في فيديوهاتنا القادمه ان شاء الله.